على هامش مباراة الأهلي والزمالك في كام موضوع كده كنت عايز أعلق عليهم بعد ما فرحنا وهيصنا وحفلنا وخلاص وانتقدنا وقلنا المميزات والعيوب. كام نقطة بس كده كنت عايز أوجه ليهم. طبعا الزمالك لعب بالتيشيرت الأبيض. ليه الزمالك لعب بالتيشيرت الأبيض؟ الزمالك قبل كده اتغلب كتير قوي قوي بالتيشيرت الابيض، كان جات له فتره كده بيتغلب، ففي مره لعب تقريبا بالتيشيرت الاسود وكسب، فبدا يلعب بالتيشيرت الاسود كذا مره يتفائل بيه، وبعدين اتغلب بالتيشيرت الاسود فبدا يغير لعب بالتيشيرت الازرق، برضه بقى بيتفائل بيه، اتغلب بالتيشيرت الازرق اخرهم ماتش حسين الشحات اللي فات، فقال لك انا خلاص بقى بتغلب بكل الالوان فارجع تاني العب بالتيشيرت الابيض عادي يعني مش مشكله. فطبعا دي كانت ملحوظه مهمه جدا جدا، قال لك يمكن التيشيرت الابيض ارجع اتفائل بيه تاني، ولكن هو طلع بيتغلب بالابيض وبالازرق وبالاسود باي لون، يعني مش فارقه التيشيرتات قوي. تاني نقطة، كلنا شفنا مشهد وهم بيستلموا الميداليات، زيزو ما سلمش على هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، طبعا لأن في مشاكل كتيرة جدا بين زيزو وما بين إدارة نادي الزمالك. طبعا شفنا زيزو اتشتم كتير جدا من الإدارة أو ناس تبع النادي، وطبعا من الجماهير وهكذا. فبصراحة أنا شايفه بعد المشاكل اللي بينهم دي كلها، مش عارف، تصرف طبيعي ان هو ما يسلمش عليه. آه اي حد في مكانه برضو ممكن يعمل كده عادي، مش شايف ان هي حاجة غريبة، ما كنتش متوقع ان هو يسلم عليه. كلنا شفنا برضو مشاكل حصلت واللعيبة وارد زي الشيبي والشحات ما كانوش بيسلموا على بعض. اتمنى ان هي المشاكل تتحل وترجع لعلاقات تاني كويسة ما بين زيزو وإدارة الزمالك، ويسلموا على بعض عادي في قادم اللقاءات ان شاء الله بإذن الله. حاجه تانية حصلت محدش خد باله منها خالص تقريبا، كان في ماتش كده ملهوش لازمه بين بيراميدز وسيراميكا، ماتش تقريبا على الثالث والرابع، طبعا محدش اتفرج عليه غير اللعيبه والجهازين الفنيين وثلاثه اخرون بالكتير يعني منهم انا. طبعا اللي حصل في الماتش ده ان سيراميكا كسب 2-1. بيراميدز نزل تقريبا بتشكيل من البدلاء، كلهم البدلاء معهمش غير اثنين ثلاثه اساسيين تقريبا، ونزل كل البدلاء اللي عنده لان الماتش ملهوش لازمه. بيراميدز مدرب بيراميدز كان ذكي في الحته ديت وانا اؤيده فيها، ان الثالث هياخد 50,000 دولار والرابع هياخد 50,000 دولار، فهي في الاخر مش فارقه يعني، طلعت ثالث طلعت رابع مش فارقه. وهو عنده بطولات وعنده ماتشات تانية، ابطال افريقيا والدوري واللي هي الانتر كونتيننتال والكلام دوت، فطبعا هو كان ذكي جدا ان هو يريح اللعيبه الاساسيه معظمها بتاعته ونزل بالبدلاء، ولكن برضه كان متعصب وعمال يتنرفز وبتاع، وبيراميدز جاب جون وهو متعصب جامد جدا جدا، والكره جون الكره جون، والحكم راح شافها في الفار ولقاها جون وحسبها جون، برضه هو متعصب يقول له شفت مش قلت لك الكره جون، هو عمال برضه يتنطط، قام الحكم طرده. وده الطبيعي يا جماعه، المفروض الراجل ده كان يطرد كل ماتش في الدوري بالطريقه اللي بيتعصب بيها على الحكام دي كل ماتش. يعني طبعا ده حكم اماراتي، ما عندهمش الكلام ده، ما عندهمش مدرب كده يفضل يتحكم يتعصب على الحكم ويكلم الحكم بالطريقه ديت والحكام كده. ده له انذار في طرد على طول في ساعتها، طلع الانذار الاول بعدين لقى لسه عمال بيزعم طلع الطرد على طول، مع ان الكره اتحسبت له جون، الكره اتحسبت له اوريدي. يعني انت مثلا مش الكره ما اتحسبت عليك، لا ده اتحسبت ليك، خلاص بقى اقعد ساكت، لا ده لسه عمال بيتكلم وبيزعق. اما الحكم طرد، وده طبيعي ولازم الحكام تعمل كده، المفروض ماشي انت كلم لعيبتك، زعق للعيبتك، زعق لجهازك الفني براحتك، انت عندك اداره ناديك هي تتصرف معاك، ما تزعق للحكام ليه وتزعق للناس اللي هم اللي بيديروا الماتش، مالكش دعوه بيهم. فدي برضو كانت حاجه كنت عايز اعلق عليها وانوه الحكام بتوعنا ليها، برضو حاجه مهمه جدا. تالت حاجة كنت عايز أتكلم فيها، قائمة المنتخب طلعت، وطبعا شفنا كلنا تصرف ناصر ماهر، مش هعلق على قائمة المنتخب دلوقتي، يعني طبعا احنا لسه في أجواء القمة وكده، هنبقى نعمل لها فيديو تاني ليها. ولكن ناصر ماهر شفنا اللي هو طلعه قبل ليلة القمة بيوم. طبعا ناصر ماهر عقلية غير محترفة، مش منضبط، عقليه محتاجه لسه تنضج وتتطور. هو لعيب كبير جدا ولعيب ممتاز ولعيب هايل لما يكون في مستواه، لما يكون في مستواه. عايز اقول له بس كلمتين، يا ناصر يا ماهر، مش اي لعيب لعب له ماتشين ثلاثه هينضم للمنتخب، مش اي لعيب لعب ماتشين ثلاثه يستاهل ان هو ينضم للمنتخب. ومش معنى ان انا مثلا كنت في ماتشين ثلاثه كويس اقول لا خلاص ده حق ان انا انضم للمنتخب، ان انا ما انضمتش ان انا اطلع واتكلم، لا، انت مش شغلتك، انت ركز في الملعب،
ركز ان انت تستمر على المستوى ده. انت لو استمريت على المستوى ده انا اضمن لك ان انت تروح المنتخب. انما مش ماتشين ثلاثه وتقول لي لا يلا بقى انا عايز اروح، ايه مش هيصه، هي مش رحله. لا انت لازم تستمر على نفس المستوى دوت مثلا على الاقل سنه، وبعدين تقول لا انا ما اروحش المنتخب ليه. وبعدين انت مثلا حتى لو انت تستحق انك تروح المنتخب وما روحتش، فتره تطلع تتكلم. سيب الناس هي اللي تطلع تقول ليه ناصر ماهر ما راحش المنتخب. سيب الناس تطلع هي اللي تقول كده، مش هطلع انا واقول انا ليه ما رحتش المنتخب. ليه بتعمل مشاكل لنفسك؟ ليه بتعمل مشاكل للمنتخب؟ ليه بتعمل مشاكل لفرقتك قبل ليله مباراه مهمه جدا جدا؟ فدي كانت كلمه عايز اوجهها لناصر ماهر، ان انت مش اي لعيب بيلعب ماتشين ثلاثه كويس يقول لك انا خلاص انا حقي اروح. لا مش حقك، مش حقك. معلش استمر يا حبيبي على المستوى الكويس. وبعدين برضو الجهاز الفني هو الوحيد اللي من حقه يقول مين اللي يروح ومين اللي ما يروحش. انا شايف ان انت كده يعني بتعطل مسيرتك وبتعطل نفسك. خد من ميدو عبره، كان لعيب جامد جدا جدا ولكن عقليته اخرته كتير. خد من ابراهيم سعيد عبره، خد من صالح جمعه عبره. لعيبه كتيره جدا جت قبليك وعقليتها خسرتها كتير. انت لعيب كبير، استمر على المستوى دوت. انت مشكلتك ان انت بتلعب ماتش كويس وثلاثة أربعة لا. استمر على المستوى الكويس بتاعك دوت، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمك. فكر في مستواك وإن أنت تكون أحسن دايما، وما تفكرش في حاجة تانية غير كده. وحاول ان انت يعني ايه تمسك العقل شوية وتظبط كده وتهدى. هتبقى لعيب كبير جدا وهتنضم للمنتخب ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق يا ناصر يا ماهر. وان شاء الله باذن الله لو في فرصه قبل ماتشات المنتخب هحاول نطلع نتكلم عن المنتخب شويه، لان انا دي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لي منتخب مصر. وان شاء الله بنتمنى للكابتن حسام حسن التوفيق وللمنتخب الاول والمنتخب الثاني كمان والكابتن حلمي طولان. وان شاء الله باذن الله لينا لقاء اخر باذن الله. السلام عليكم.